الأب عينيه دمعت وقف وقال له: تفتكر إيه أكتر حاجة بتفرح الفلوس ولا هدية غالية ولا كلمة صد؟ خليني أحكي لك حكاية بس هتفكرك بحاجة صغيرة، يعني ممكن تحس بيها من قلبك. شاب بسيط كان شغال شغل يعني ميكانيكي، يعني على قد مش حد وحش، يا دوبك كان بيكفي أكل وشرب. بس كان جواه حلم كبير: ازاي افرح ابويا، اقدر افرحه ازاي؟ بس هو برضه مرتبه على قده، فقال له: اشتري هديه، الفلوس اللي معايا يا دوبك بتكفينا انا وهو اكل وشرب، اجيب ايه اجيب ايه؟ فجاه خد القرار وراح لابوه وهو تعبان من الشغل بتاعه، وقال له بصوت مكسور كده: يا ابويا انا ما عنديش فلوس اجيب لك بيها هديه زي باقي الناس، بس عندي حاجة أغلى من أي فلوس. أبوه بص له كده واستغرب، قال له: إيه اللي عندك أغلى من أي فلوس؟ فالشاب بص له وضحك، قال له: شكرا إن أنت علمتني أكون راجل، شكرا على تعبك ليا اللي عمري ما حسيت. الأب عينيه دمعت ووقف وقال له: يا ابني الكلام ده غالي عندي أوي، أغلى من أي هدية. التعب اللي أنا تعبته معاك السنين اللي فاتت دي أنا مش حاسس بيه دلوقتي. تصدق مش كل حاجة تتقاس بالفلوس، في كلمة صغيرة ممكن تعيش في القلب. لو أبوك خلاك راجل لازم تدعي له، لو هو موجود أو هو الله يرحمه.